عارفين ايه اصعب شعور ممكن يمر على الانسان؟ اصعب شعور ممكن يمر على الانسان هو شعور الوجع، الكسرة. بس الاصعب منه انك تشوف الناس اللي حواليك فرحانين بالوجع ده، او شمتانين في اللي انت وصلت له، او فرحانين ومستمتعين قوي بقد ايه انت بتتألم. رسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخصلة دي، الشماتة. قال لنا لا تظهر الشماتة في اخيك فيرحمه الله ويبتليك. اللي انت شمتان فيه دلوقتي ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه، يرحمه، لان ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. الخوف بقى مش على ده، الخوف عليك انت، الخوف على اللي شمت، الخوف عليك انت. لما شمت فيه انت بتقول يعني انت افضل منه؟ انت في موقف صعب جدا امام الله سبحانه وتعالى. الفرق ما بين الانسان الكويس والانسان العادي هو سلامة قلبه، قد ايه قلبه جميل تجاه الناس. قبل ما تشمت وتفرح وتقول احسن والكلام دوت، افتكر الكلمة اللي بتهز القلب: من عاير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. عايرته، شاورت عليه، شايب راجل كبير ويطلع منه كده، هي مش عارفة ايه، هي مش دي كانت متدينة بتعمل كذا، يلا. الواحد مش عارف والله ما بيعملوا كده ازاي. من عاير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. مش هتموت غير وانت عامل زي ما هو عمل بالظبط. خليك سند، خليك عون، خليك انسان طيب وجميل. لما تلاقي حاجة كده وربنا يعينه، ربنا يفك كربه، ربنا يخرجه من المصيبة اللي هو فيه، ربنا يرده إليه ردا جميلا. خلينا قلوبنا جميلة. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ان قلوبنا تبقى وحشة. الدنيا صغيرة جدا على الشماتة ونستنى وتصيد الأخطاء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.